في واحدة من مقابر وادي الملوك، علماء الآثار اكتشفوا تمثال غريب جدا، كوبرا من الذهب الخالص، لامعة كأنها اتنحتت امبارح. لكن الغرابة مش في شكلها، الغرابة في اللي بيحصل لأي حد بيحاول يلمسها. أول عامل حاول يرفعها من مكانها وقع بعد كام يوم من على السقالة ومات. التاني لمسها عشان يصورها، وبعدها بأسبوع دخل في حادث غريب جدا، ومن ساعتها محدش قرب منها تاني. العمال قالوا الكوبرا دي مش تمثال، دي الحارسة الحقيقية للمقبرة. العلماء حاولوا يفسروا اللي بيحصل، بس لحد النهاردة محدش قادر يجاوب، هل دي لعنة ولا الفراعنة فعلا حطوا قوة تحمي كنوزهم؟ اللي عايز يعرف يجرب يقرب منها بنفسه.